اوعى تفكر نزلت على سوريا وما بيعرفوني معارض لإلهم، انا تخونت. خيي انت قبل ما تعبر عن رايك وين كنت من 14 سنه؟ كان عمري 9 سنين. ايوه، انا يلي بفهمه انه يلي كان عايش بمناطق سيطره النظام ورضيان هلق ما بيحق له يحكي. شبعك طول عمره عامل لجوء بتركيا. يا حول الله، بدنا شي شغله نخونوا فيها. طيب هلق في عالم رح تكتب لي بالكومنتات انه الشامي اجى على سوريا على ايام بشار الاسد، ومش بس هيك، نشر فيديو لإله مع علي الديك اللي كان معروف انه هو مؤيد للنظام، هو فوته على البلد. طيب ما فهمت وين المشكلة؟ يعني شاب عمره 21 سنة ونازل على سوريا يشوف أهله، كان له أغاني على فكرة بتدل على أنه معارض، مثل ما في ننتمي للويل طبوا ننتمي لمين. بس لا غنى لسيادته ولا طلع مقابلات ولا مسح جوخ، اجى على البلد خلص اموره وحمل حاله وتيسر الزلمه. طبيعي الزلمه يخاف على حاله ويحكي حدا من الوسط الفني بنفس الوقت يكون واصل من شان ما حدا يتعرض له، يعني نظام بشار الاسد وبنعرفه. يعني عن جد خلص لغه التخوين والله صارت بتملل، مش معقول 23 مليون سوري كلهم ثورجيه، ما اذا الكل ثوار بعد فتره رح يبطل في عالم تخونوهم. ومش كل ما واحد فتح تمه بحرف بدنا نفتح ارشيف، ومن وقت ما نزل من بطن امه لليوم الشغله مش تحدي انه مين بيقدر يخون عالم اكثر. لك صغيري عبود الغالي والله ما وقفت عليك، اذا قيصر بحد ذاته صاحب قانون قيصر يلي من وراه بعدنا عم نشيل بالعقوبات لهلق وتخون. سميح شقير اللي غنى يا حيف اغنيه الثوره السوريه وكان معارض لبشار الاسد من قبل ما بشار حتى يستلم الحكم، لك وتخون، فما تزعل. وما في ننتمي للويل